عليكم الغزالات ديالي كي دايرين لاباس عليكم بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم فيديو جديد من الوصفات اللي غنحتاجو ان شاء الله في رمضان المبارك، الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه. كما كتعرفوا ما كايناش شي مائده مغربيه كتخطاها الحريره. بطبيعه الحال الحريره بعض المرات كتجينا ثقيله، كتبغي تنوعي تاكلي شي حاجه اللي خفيفه ومغذيه في نفس الوقت. وغنشارك معكم الشوربه ديال العدس الاحمر بالبطاطا حلوه والجزر ومطيشه وبصله، كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بزاف، صحيه ومشبعه بدون ما تزيدك في الوزن وما تحسيش براسك ثقيله. صراحه الحريره ديالنا بلذيذه ولكن ثقيله تبارك الله بالمكونات ديالها، وفاش كتشربيها راه كتحسي براسك مرخيه بزاف بزاف. ومحبذا لو انه مره نبدلو. صراحه انا ما كنشربوش الحليب بزاف المقومه في رمضان، ضروري كنوعو. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم بعض الشربات اللي كندير في رمضان، ان شاء الله نتمنى يعجبوكم. كما شفتوا معايا راه رقدت داك العدس ديالي تبارك الله، راه داك كاس عامر ديال العدس راه تيخرج كميه تبارك الله. المهم هنا غادي نبدا نقطع الخضر ديالي، غنقطعو مع بهذه الطريقه باش دغيا يطيبوا ليا. صراحه جات فيه بطاطا حلوه رائعه، عطات واحد المذاق رائع. اللي ما عندها بطاطا حلوه راه دير بطاطا عاديه جدا وراه كتجي زوينه. واصلا العدس هي بوحدو راه كيجي لذيذ 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 بزاف. المهم انا غنبارطاجي معكم الطريقه ديالي ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم بصراحه. فرحتوني الناس جداد تبارك الله، الله يخليكم ليا ان شاء الله وتبقاو مسانديني ان شاء الله باذن الله باش ما نتراجع ان شاء الله. المهم كما شفتوا معايا قطعت الخضر ديالي كاملين هنايا، وهنايا غنستعمل واحد جوج فصوص ديال الثومه كبار البنات. كما شفتوا راه وريتكم الحجم ديالهم قداش. صافي هنا بعد ما قطعت الخضر ديالي الطماطيشه، بالنسبه للبنات اللي بغاو يحيدوا المطيشه القشره ديالها يحيدوها ليها، انا صراحه ما عنديش مشكل. تا كاع طيب البنات وصفيوها باش ما تبقاش لكم هذيك القشره ديال المطيشه. المهم انا صراحه ما صفيتها ما والو، ما عنديش مشكل صراحه بالنسبه لديك القشره ديال المطيشه. بالنسبه لي جا عندك شي حاد واش حد بغيت حتى داكشي ما يلقاش بنادم شي قشره، كاين الناس اللي ما كتعجبهمش صفيها من الاحسن. المهم هنا غادي نطيبها هي في قويميله، راه كطيب في اقل من 30 دقيقه، والله العظيم كتوجد دغيا. حنت الكاليتي ديال العدس رائعه دغيا كيطيب. المهم كما شفتوا غادي نطيب انا بزيت العود، وممكن طيبيها البنات بالزبده كتجي حتى هي لذيذه. دابا غندوز نشحر ديك البصله والثومه حتى تولي عندي ريحه الثومه عاطيه. عاد غادي نزيد باقي المكونات. المهم البنات انا درتها تشحر كي قلت لكم حتى نشموا ريحه الثومه مزيان. صافي عاد غادي نضيفوا باقي المكونات. المهم صراحه الشوربه سهله ولذيذه وياكلوها الكبار والصغار، لذيذه لذيذه بزاف ومغذيه جدا وما تقلك ما والو، تشبعك وصحيه. هادو هما اهم الحوايج صراحه اللي فاش كتلقاي شي اكله كتولي معتمده عندك، كانت صحيه مشبعه ولذيذه ما كتمليهاش. وباقي غادي نشارك معكم بزاف د الشوربات البنات ان شاء الله، نتمنى يعجبوكم. هنا البنات العطريه اللي غادي نستعمل زيت والابزار وبابريكا تحميره. هادو هما المكونات اللي كنستعمل اسمحوا لي في هذه الشوربه هذه بركه وكتجي لذيذه لذيذه. وفي الاخير هي صراحه اختياريه، بغيتو تجددوا هذا سميتها كنور ديال شوربه الدجاج ديال الدجاج.
صراحه كتجي لذيذه هذيك اختياره، بغيتو باختياريه، بغيتو تزيدوها زيدوها. ما كنتوش من النوع اللي كيستعملها ما تستعملوش. انا بالنسبه ليا في هذا في الشوربات ولا في الروز صراحه كنستعملها في هاد الوجبات هادو. كتزيدني واحد اللذه، واحد اللذه بنينه بنينه. المهم هذيك اختياريه، اللي بغى يستعملها يستعملها، اللي ما بغاش يستعملها بلاش، راه كتجي لذيذه. لا تيبرد. هنا كي قلت لكم البنات هذا مرحله اختياريه، بغيتو تزيدوا ديك الضامه زيدوها، ما تزيدوهاش، راه المهم راه كتجي لذيذه. المهم كما شفتوا معايا درت كل عناصر كل حاجه بوحدها حتى تشربات ليا داك، تشحرات شي شويه. عرفتوا سميتو الجزر والبطاطا كيشدوا شي شويه. العدس الصراحه اقل منهم في الطياب، داكشي علاش درتهم هما الاولين وشحرتهم شويه ورديتهم مع شويه ديال الماء صافي. وهنا بعد ما ضفت العدس راه زدت اطرو ديال الماء، تقدروا البنات تزيدوا كتر الا بغيتوها خفيفه. انا المهم هذاك هو القياس اللي محتاجه ديال الختوريه ديال الشوربه. المهم هانتوما البنات الشوربه بعد ما طابت راه دغيا كطيب كي قلت لكم البنات، دغيا كتوجد. بالنسبه هكا رمضان حتى لاخر لحظه وتوجديها وتكون عندك واجده ولذيذه لذيذه بزاف بزاف. المهم هنا غادي ندوز نطحنها البنات. الا ما عندكمش هاد الطحن هذا ممكن تستعملوا مولينكس، الكاس عادي اللي كنديروا في العصير، خليوها يتبرد شي شويه. هذا مع اينوكس ماشي مشكل، اصلا شريته غير لهذا الشيء هكا اللي سخون صراحه. مولينكس كتولي كتضبب لك الا كنتي كطحني فيه هذاك الشيء اللي سخون بزاف. المهم هنا بعد ما طحنت لاصوب ديالي هنا البنات، بالنسبه اللي بغيتو تصفيوها غادي تصفيوها. انا ما صراحه ما عندي غرض ما صفيتهاش. ممكن انكم البنات تصفيوها الا ما بغيتوش تلقاو فيها دوك شويه ديال القشور ديال المطيشه، ولكن الاهم هو انه كتجي لذيذه 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 بزاف بزاف. وترافقوها باش ما بغيتو ديروا معاها تميرات، ديروا معاها هكا شي ساندويتشات شي بريوات. المهم اي حاجه ترافقات معاها غادي تجي زوينه. وهنا غادي نرافق معاها واحد شويه الحامض، صراحه ملي كتزيدي على قطرات ديال الحامض كتجي الذ بزاف بزاف. والمهم نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنحماق عليكم. وخليكم هكا مسانديني ان شاء الله باش نستمر ان شاء الله باذن الله. هانتوما البنات شوفوا كي كتجي، راه كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف ولذيذه، ويحبوها وليداتكم ان شاء الله باذن الله. انا ولدي كيحماق عليها، كياكلها هكا كيغمس بها في خبيز وكياكل، صراحه كيحماق عليها. ومع السلامه، تنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.